السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. اليوم أتكلم معاكم حوالين ما أثار حفيظتي وأثار عدد كبير من الناس حول موقف أستاذ الجامعة في سوهاج، أستاذ الزراعة في جامعة سوهاج، حول إعلانه بأنه يتلذذ أو ينام في حالة راحة تامة عندما يهين طالب من الطلاب الذين يدرسون على يديه. هذا الموقف المشين، وأعتقد لا يتوقف عند حالة أنه يهزأ طالب أو يشتم طالب. فبعض الأساتذة في الجامعات لديهم أخلاق متدنية، وأعتقد أمثال هؤلاء الأساتذة عددهم محدود في الجامعات المصرية، قد يعدوا على الأصابع في كل جامعة. أتمنى أن الجامعات المصرية تتخلص من مثل هذه النماذج التي تتمتع بهذه الأخلاق الدنيئة والرديئة، ويستخدمون هذا الأسلوب في التعامل مع الطلاب، لأن الأستاذ الجامعة المفروض أن يكون نموذج للطالب في أنه يتلقى منه العلم وأيضا يتلقى منه الأخلاق. فاعتدنا أيام الدراسة أنه المعلم في المدرسة يكون نموذج لنا، نستقي منه العلم وأيضا نتعلم منه الأخلاقيات، وكذلك في الجامعات. ولكن كان هناك أيضا نوعيات لديها أسلوب سيء ورديء وتستخدم الشتائم، مما يغذي هذا الأسلوب في بعض الطلاب. فأتمنى أنه الأمور لا تتوقف عند حدود التحقيقات، وأود أن أشيد بموقف جامعة سوهاج ورئيس الجامعة الذي قرر إحالة هذا الأستاذ إلى التحقيق، وألا يتوقف الأمر عند حدود التحقيق. إذا ثبتت هذه الوقائع يجب أن يكون هناك قانون يسهم في فصل أمثال هذه النماذج من الأساتذة أو غيرهم في أي مواقع حكومية ممن يستخدمون هذه الأساليب والأخلاق المتردية، لأننا نحتاج إلى أن نرفع من مستوانا الأخلاقي وفي التعامل مع بعضنا البعض. فلا يجوز أن واحد يكون مسؤول في جهة حكومية، سواء أستاذ جامعة في أي موقع، أنه يهين شخص أو يشتم شخص أو يستخدم الأساليب البذيئة والشتائم المتدنية. لابد أن يكون هناك وقفة حاسمة وفتح ملف بعض الأساتذة. وهناك أعلم جيدا أن هناك بعض المحسوبيات والوساطات داخل الجامعات. أعتقد أن أبناء أساتذة الجامعة ليسوا هم كلهم عباقرة، أنهم يعينون معيدين في الجامعة وغيرهم يخرج. فهناك مجاملات كثيرة تتم داخل أسوار الجامعات. أتمنى أن تنتهي وأن يأخذ كل طالب حقه، وأن ينتهي الفساد داخل هذه الجامعات، لأن الصروح العلمية تعلم الفكر والعلم والأخلاق وكل شيء نبيل. فأتمنى ألا يمر موضوع أستاذ جامعة سوهاج مرور الكرام، وأن يتم فتح كل الملفات المتعلقة بأساتذة الجامعة.